وهل الشغل الحر احسن من الوظيفه؟ هو في الحقيقه ده يرجع لعقليتك انت. الشغل الحر احسن من الوظيفه في حاله لو انت بتحب انك تكون مدير نفسك. لو انت بتحب انك تكون مدير نفسك، الشغل الحر هيكون احسن ليك، وهتترحم من ايد الناس اللي بيذلوك، اللي هو تعالى هنا انت مخصوم منك مش عارف نص يوم، مخصوم منك يوم، ايه ده انت غبت يوم، انت مخصوم منك 3 ايام. الشغل الحر احسن من الوظيفه. الوظيفه بتضمن لك دخل ثابت. الشغل الحر احسن من الوظيفه. الناس اللي بيحبوا الوظيفه عموما، احنا على فكره مش بنقول على الموظفين انهم عبيد او الجو ده، لا بالعكس، هي عقليات. هي الوظيفه بتضمن لك دخل ثابت، انا معاك في ده. وهل الشغل الحر احسن من الوظيفه؟ انا ما اقدرش اقول لك ابقى كذاب، وما اقدرش اقول لك لا ابقى انا كذاب. ده بيرجع لعقليتك انت ونظامك انت. فانت لو بتحب انك تكون سيد نفسك، محدش يتحكم فيك، خلقك ضيق، ما انتش حابب انك مثلا تبقى مربوط ببصمه والقرف دوت، فساعتها فعلا هيكون الشغل الحر هو انسب ليك. لو انت بتحب اللي انت انسان روتيني فشخ بقى، وبتحب تصحى من النوم، تنزل تركب المواصلات، مش عارف تروح، هتقعد تعمل نفس الورقتين، تعمل نفس الحاجتين، واطلع المدام عفاف في الدور الرابع هاتي منها كارت اللي هو بتاع ورقه الدمغه، وتقوم عامل كده، الكاميرا اتهزت. هيبقى ساعتها الوظيفه هي ايه الاحسن ليك. فالشغل الحر هتبقى قاعد في بيتك معزز مكرم، تمام. في الشتاء انت قاعد تاكل فول سوداني سخن قدامك الشاشه، قاعد شغال، الله ينور، تمام. في الصيف الدنيا حر، الناس مش طايقه نفسها، انت برضو قاعد جنبك كوبايه الحاجه الساقعه، ومزاجك برضو عال، وشغال برضو وانت قاعد في بيتك، تكييفك متعلق، التكييف غالي، مروحتك متعلقه، ومزاجك حلو برضه، معزز مكرم يا باشا. فده اللي انا بكلمك فيه. فانت صاحب قرارك ان الشغل الحر احسن ليك ولا الوظيفه، ده راجع لعقليتك انت.